لو انت جربت قبل كده تخس وفشلت فركز قوي في الجزء اللي جاي من الفيديو. عارف ليه انت بتعمل دايت وبترجع تاني تتخن بسهوله بعد ما خسيت، وليه اغلب الدايت اصلا بيفشل؟ المشكله هنا في الطريقه القديمه اللي الناس كانت بتمشي عليها، ان بيشوفوا عشان تخس انت محتاج بس تعمل عجز سعرات على مدار اليوم، يشوفوا جسمك محتاج قد ايه كالوري في اليوم ويحاول يديك وجبات تخلق فجوه في السعرات، وبالتالي بتخس بشكل تدريجي. الفكره هنا ان كل واحد جسمه مختلف عن التاني، كل واحد عنده معدل حرق مختلف، كل واحد جسمه ليه طبيعه مختلفه عن الثانيه، فبالتالي الدايت ما ينفعش يكون موحد لكل الناس. الحاجه الثانيه ان الكتله العضليه اللي عند الشخص بتفرق. الناس اللي عندها عضلات في الجسم بنسبه كويسه بيبقى معدل الحرق عندها احسن بكتير من شخص عضلاته قليله، لان العضلات هي المصنع اللي بيتم فيه حرق السعرات في الجسم على مدار اليوم. وبالتالي انت هنا محتاج انك تحسب حاجه اسمها البادي ماس اندكس او كتله الجسم، ودي الطريقه اللي بنشوف بيها انت الدايت اصلا هيكون مفيد ليك ولا لا. بمعنى الناس اللي البادي ماس اندكس بتاعها تحت ال 25 ممكن الدايت يجيب معاه نتيجه، الدايت والرياضه هيكونوا كافيين جدا ان هم يخسوا ويوصلوا للوزن اللي هم عايزينه. اما الناس اللي عندها بادي ماس اندكس من 27 ل 30 فيما فوق بيكون صعب جدا الدايت يكون لوحده كافي على تغيير الوزن بتاعهم ان هم يوصلوا للوزن اللي هم عايزينه.